مرحبا ويسعد لي كل اوقاتكم بكل خير يا رب. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. حبايبي رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله يا رب هيك الفيديو ينال اعجابكم. رح ساوي فيه كتير شغلات، رح ساوي معكم الفطور والغدا وكمان يعني شغلات بسيطة، فحبيت انه شاركها معكم. هون اول شي بلشت الصبح قلت لي اساوي شي سخن. الولاد نايمين من غير شر، فقلت لا اشرب شي سخن لبين ما هني يفيقوا. انا جوزي راح على شغله وكمان ابني الكبير داوم مدرسته، بس عندي الصغار بالبيت، فهيك خليتهم نايمين. قلت لا يفيقوا براحتهم شوي تاني، بس يفيقوا رح اساوي فطور وشاركها معكم كمان. هون قلت لا اشرب شي دافي، رح سويت كاسة شاي بالفواكه، قلت لا اشربها لبين ما يفيقوا الولاد مثل ما قلت لكم صبايا. وبتعرفوا يعني صرنا نخفف شاي الأسود، صار لي فترة والله عم خففه. حاولت قد ما فيني إنه أشرب شاي الفواكه، يعني أفضل وأحسن. وهيك مثل ما عم تشوفوا هلا رح روح بس أخلص الشاي رح روح أخذكم معي وضبط عندي علقة الحجابات شوي مكركبة. كونه إنه لما جوزي بيقول لي يلا خلينا نطلع ما بلاقي حالي إلا لبست حجاب، بنقي أي حجاب منهم، فصايرة عندي العلاقة شوي مكركبة. فحبيت شاركها معكم وضبضبها لبين ما يفيقوا الولاد. شايفين صبايا عم يستغلوا الفرصة، حتى عم يحطوا كل شيء على حجابات. شايفين أنا حاطة ورا باب غرفة النوم تبعي، فمثل ما قلت لكم يعني والله صار لي فترة هعملتها. ليش؟ لأنه لما بطلع إلى برا بلبس حي الحجاب مثلا بغير بالألوان، فلما بجي من برا بكون هيك مكاسلة ما بعلقها مثل ما هي كانت معلقة. فقلت يلا بهال ربع ساعة بساوية لبين ما يفيقوا الولاد. ومثل ما قلت لكم اليوم يوم الثلاثة صبايا، وإن شاء الله رب العالمين الولاد بكرة الأربعاء رح يداوموا. فهذا الفيديو أنا سجلته يوم الثلاثة، ومثل ما عم تشوفوا وإن شاء الله رح فيق الأولاد كمان شوي أبكر، لأنه إن شاء الله من غير شر بكرة الأربعاء رح يداوموا بالمدارس، فرح حاول إنه فيقهم شوي بكير مشان إنه بالليل يقدروا يناموا. مثل ما عم تشوف صبايا هلا الالوان بحاول قد ما فيني كمان الوان الحجابات انه الالوان القريبه من بعضها حطها بنفس المكان وظبطها. يعني احسن كل فتره وفتره يعني بدها هي تظبيطها، لانه والله مثل ما بقلكم لما بلبس الحجابات برجع بتكاسل انه احطها بمكانها، فبحطها هيك عشوائيه. فقلت يلا اليوم فرصه انه اظبطها شوي معكم. مثل ما عم تشوف صبايا بحاول قد ما فيني الالوان القريبه من بعضها حطها بجنب بعض، الالوان البني العسلي هيك شغلات حطيت بجنب بعض، والكحلي والاسود كمان بجنب بعض. شايفين هيك نسقت صبايا. والله انا حاولت انه احطها بخزانه الاواعي بس ما زبطت معي، لانه جاي كبيره ومساحتها يعني بتاخد مساحه من خزانه الاواعي، فحطيتها هون ورا الباب. وغرفة النوم كمان انا منظفتها، يعني فقت قبل الولاد لانه انا بس في الصبح ما فيني نام بضل فايقة. فهيك شايفين صبايا بس تفتحوا الباب ما ببين. فجوزي وابني من غير شر لما راحوا جهزت لهم الفطور، هن فطروا فما قدرت نام، ضليت فايقة. قلت يلا استغل الفرصة بنظف علقة الحجابات لبين ما يفيقوا الأولاد. والأجواء مثل ما عم تشوفوا صبايا يعني كل ما بنقول إجا الربيع بترجع الشتوية. هون صبايا حبيت شارك معكم الفطور كمان. الأولاد طلبوا مني إنه ساوي لهم هاي بيقولوا لها بانكوخن، الألمان بيساووها أكتر شي يعني على الفطور هن بيفطروها. فأولادي طلبوا، قلت لهم لحط لهم فول ساوي لهم حواضر، قال لا أمي ساوي لنا بانكوخن. يعني هو بيجي مثل شايفين صبايا. هلا رح شاركها معكم رح تعرفوا شو هي، ما بعرف اسمها شو بالعربي أو بغير لغات إذا هن بيساووها. هون ضفت 3 كاسات كبار طحين مثل ما شفتوا صبايا، 3 كاسات طحين. وكمان عندي هون 3 بيضات، حبات بيض يعني بدرجة حرارة الغرفة. وكمان رح اضيف عليها كيس فانيلا، الفانيلا ريحتها كتير كتير حلوة مع هاي الفانكوخن. كمان عندي ربع كاسة سكر. وهلا عندي لتر حليب رح اضيف نصه مثل ما عم تشوف صبايا، ورح هيك اخلطها مع بعضها. هي لازم هاي العجينة تكون طرية، يعني لازم تكون كتير لينة وتكون هيك خفيفة، ما لازم تكون انه تقيلة. شايفين ضفت اللتر الحليب كله على 3 كاسات الطحين، ورح اقلبها مع بعضها لحتى يصير عندي
الطحين ناعم، يعني بخلطها منيح منيح لحتى تندمج وتصير العجينة خفيفة، بحيث انه تسكبوها بالمقلاية تنسكب، يعني مثل هدول اللي بيقولوا فطاير، انا فطاير القشطة. يعني العجينة بتصير، هاي العجينة لازم تكون مثل عجينة الفطاير اللي بالقشطة، بس فطاير بالقشطة بيحطوا لها سميد، هي تجي بس طحين. هون صبايا فضيتها بهاي المكنة اللي عندي مشان اتحكم فيها بمقاس اللي انا بدي اياه. وهلا اذا ما عندكم هاي نفس العلبة اللي عندي اللي بستعملها للسكب، فيكم تستعملوا كفكير كمان بصير، يعني شي يكون غميق انه تقدروا تفضوها بالمقلاية. اول شي بدي اشوف درجة حرارة المقلاية، بعدين رح افضيها صبايا، وهيك فضيها حسب مقاس اللي انا بدي اياه. ولازم انه قد ما فيني العجينة لما تكون طرية وسع الحجم، يعني شايفين صبايا، وما رح اقدرها لبين ما تنشف معي. انتوا لحالكم رح تلاحظوا اللون بتغير لما بينشف، ببين مع الواحد انه نشفت. فهون اول شي بدي هيك اشوفها من الجوانب قبل ما اقلبها اذا بتنقام معي ولا لا. والمقلاية اذا عندكم المقلاية لا تحطوا لها شي، لا تحطوا لها زيت او سمنة او اي شي او زبدة، لازم المقلاية تكون ناشفة وانتوا عم تحطوها. شايفين صبايا، يعني ما بدي شي والله، جربوها ورح تنال اعجابكم، والولاد الصغار كتير كتير بيحبوها. كمان فيكم تستعملوها حلا، يعني بعد الغداء او بعد العشاء كمان بيصير. فاليوم فطور الولاد حسب طلبهم، انا ساويت لهم اياها. كون جوزي مانو بالبيت وابني الكبير مانو بالبيت، فاخذت رايهم وقالوا امي ساوي لنا اياها فان كوخن، قلت لها اساوي لهم اياها. مثل ما عم تشوف صبايا، مثل ما قلت لكم هي ما بدها شي، وكتير طيبة ولذيذة والولاد بيحبوها، فجربوها ان شاء الله يا ربي هيك تنال اعجابكم انتو كمان. حبيت شاركها معكم وورجيكم انا كيف ساويها، مشان اذا انتو حبيتوا انتو كمان تساووها لاولادكم لعائلتكم. ومثل ما قلت لكم صبايا، مو بس على الفطور تتاكل، هي بتتاكل امتى ما بدكم، وهي بتجي مثل حلا سهل وسريع. وهيك صبايا شايفين بسرعة بسرعة بتصير، يعني ما بدها اي شي. حتى المكونات كمان يعني ما بدها انه مثلا تتلبكوا شو رح ضيف عليه شو ما رح ضيف عليه، لا، دغري بتسكبوا كل شي مع بعضه بالزبدية وبتخلطوها. بس لازم انه تعايروا، مثلا اذا بدكم تساووها عيلتكم قليلة مثلا لازم تعايروا وتعرفوا قديش تحطوا فيها. وهيك صبايا مثل ما عم تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ريحتها ملت البيت، ريحة الفانيلا فيها. الأولاد كله فاقوا على ريحة الفانيلا ما شاء الله، يعني ريحة البيت كله صار ريحة فانيلا بالبيت، وريحتها بتجنن ما شاء الله تبارك الرحمن. فهيك صبايا حبيت شارك معكم هاي آخر قطعة رح ساويها، ورح ورجيكم النتيجة النهائية كيف بتصير. وكتير كتير طيبة صبايا، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، طرية طرية صبايا. جربوها وما رح تندموا، رح تعجبكم انتو ولادكم كمان، وتصير عندكم ادمان. يعني الشغله السريعه سريعه بتساووها، مثل ما قلت لكم حتى لو اجى لعندكم ضيوف فيكم تقدموها مثل حلا هيك سريع. اذا انتم متلبكين او ما عندكم شي بالبيت مثلا، تساووا هي حلا سريع وبتقدموها مع فنجان قهوه كتير طيب. هيك صبايا عندي علبة فراولة أنا غاسلتهم ورح أقطعها معكم مشان إنه حتى مع النوتيلا. انا رح ساويها بالفراولة. هلا الفواكه بدل حسب الرغبة، بتحبوا تحطوا موز، بتحبوا تحطوا مثلا فراولة، بتحطوا توت بري، يعني هي بدل حسب الرغبة انتو شو بتحبوا مع الفانكوخن. انا اولادي بحبوا الفراولة صراحة وبحبوا الموز كمان، فانا خيرتهم قلت لهم بدكم موز ولا بدكم فراولة، قال لا امي اليوم ساوي لنا اياها بالفراولة. فمثل ما عم تشوف صبايا بعد ما قطعتهم الفواكه، هلا رح بلش ادهنها بالنوتيلا. مثل ما عم تشوفوا كتير كتير طيبة صبايا، بنصحكم تجربوها والله رح تعجبكم انا متأكدة. يعني مثل ما قلت لكم هي اكلة يعني الالمان اكتر شي بيستعملوها هون. هيك بزينها بالفراولة كمان مثل ما عم تشوفوا صبايا، ورح رش على الوش شوية سكر بودرة كمان. انا ابني الصغير واقف بجنبي بده نوتيلا بده نوتيلا، حطيت له هيك معلقة صغيرة عطيته اياها لبين ما خلص، لانه هو كتير بيحبها، بس ما بحب انه طعميه كتير السكر والحلا. والله نادرا لما اجيب لهم هيك نوتيلا وهيك شغلات، بحاول قد ما فيني ياكلوا اكلات طبيعية، بس الاولاد تعرفوا بيشتهوا الا ما بيشتهوا.
فهيك صبايا مثل ما عم تشوفوا رح ساوي كمان وحدة هيك بدون فواكه، مثل يعني فيكن تساووها مثل سندويشات كمان طيبة. فرح ساوي لكم اياها هيك بطريقتين مشان تشوفوا انا كيف ساويها. شايفين صبايا ما بدها اي شي، هيك هي بقطعها بحطها بجنبها. وهيك تبع الفراولة كمان شايفين صبايا والله شي بشهي مثل ما قلت لكم. يعني امتى ما حبيتوا تساووها وسهلة وسريعة كمان. وحبيت ورجيكم اياها هيك من قريب كمان. وهيك مثل ما عم تشوفوا صبايا خلصت لكل الاولاد. ان شاء الله هيك الف صحة وهنا على قلوبهم، الف صحة وهنا على قلبكم اذا حبيتوا تجربوها. ان شاء الله يا ربي هيك الفيديو عم ينال اعجابكم حبايبي. وبدي اتشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم الحلوة وعلى دعمكم لإلي. ربي يسعد لي قلبكم وما يحرمني منكم. دعمكم اللي بتشجعني انه كمل ونزل لكم فيديوهات لسه احلى واحلى وحسن من الفيديوهات. وهون صبايح كمان حبيت شارك معكم الغدا. الغدا والله هو ما أنا وغدا صار 10 تقريبا، تأخرت يعني لأنه الأولاد فطروا متأخرين. هيك أنا غاسلة الفروجتين ومقطعتهم مشان إنه حط عليها التتبيلة. وحبيت شارك معكم اليوم الغدا كمان معكم. مثل ما قلت لكم هو جاي غدا وهو جاي عشاء، يعني تقريبا الساعة 5 فشوي متأخر. فقلت يلا معلش إنه الأولاد بياكلوا متأخر لأنه هن فطروا متأخرين كمان. وهون صبايا مثل ما عم تشوفوا ضفت الملح ومعلقتين ماجي وشوية فلفل أسود وكمان شوية بهارات مشكلة. وهلا كمان راح أضيف عليها شوية بابريكا. البابريكا هي بتجي مانا حادة بس تعطي لون حلو للدجاج. شايفين صبايا وبتعطي نكهة. رشيت كمان قدر معلقة. وهلا راح أضيف عليها الزيت كمان، والزيت حسب هيك تقريبا معلقتين كبار زيت كمان حطيت. وانا دايما بقولكن انا بتبلها مع دبس الفليفله صبايا. هلا في ناس تحط لها دبس البندوره بس انا بفضل انه دبس الفليفله كتير كتير طيب، وجربوه والله رح تدعولي. كمان حطيت هيك مقدار معلقتين خل ابيض كمان. الخل مثل ما قلت لكم صبايا مع الفروج مع لحمه الدجاج بتخلي اللحمه طريه وبتضلها يعني بتحافظ على طراوتها بالفرن. يعني قد ما ضلت بالفرن تطلع كتير طيبه وطريه. هيك صبايا رح خلطهم مع بعضها لحتى تاخد نكهة البهارات والدبس الفليفلة والملح. وبعد ما هيك خلطهم منيح رح حطهم بصينية الفرن وحطها بالفرن كمان. فحبيت شارك معكم الغدا كمان. ان شاء الله يا ربي هيك تعجبكم. وحسب يعني مثل ما بيقولوا انا بشارككم اذا عجبكم مثلا الوصفة فيكم تجربوها لعائلتكم ولأولادكم. هيك مثل ما عم تشوف صبايا رح حطهم بصينية الفرن بعد ما تبلتهم منيح. ورح لفهم بورق القصدير. بس اول شي هدول التتبيله الزياده حطيتها على الوش، يعني قلت حرام بحطها بتاخد النكهه لسه اكتر. وهيك صبايا بعد ما تبلت الدجاج مثل ما قلت لكم انا رح لفها بورق القصدير مشان انه تستوي. وبس استوت اللحمه عندي قبل انه مثلا بالسوا بربع ساعه رح شيل ورق القصدير وبخليها هيك تتأمر من فوق كمان بالفرن. وبعدين رح طلعها. هيك ولادي بحبوها اكتر. فهيك مثل ما بيقولوا صبايا حبيت شارك معكم يومي. ان شاء الله يا ربي هيك الفيديو ينال اعجابكم ما يكون ممل لكم. وهيك صبايا مثل ما عم تشوفوا رح هلا احطها بالفرن على درجة حرارة عالية مشان انه تستوي. ورح اجهز معكم البطاطا كمان. رح ساوي بطاطا بجنبها. وهيك مثل ما عم تشوفوا يعني ما صورت لكم البطاطا مشان ما تطول عليكم الفيديو. هاد كان غدانا لليوم، يعني غدا متأخر والحمد لله رب العالمين. ربي ديما نعمة ويحفظها من الزوال. هيك صبايا ساويت الفروج وبجنبها بطاطا وكمان ساويت شوية بيواز وكمان حطيت شوية خضرة بجنبها. والحمد لله رب العالمين. ألف صحة وهنا على قلب عيلتي وألف صحة وهنا على قلوبكم إذا انتو كمان حبيتوا تجربوا هيك الطريقة صبايا. وهيك هاد كان غدانا لليوم. وأنا مثل ما عودتكم دايما رح دوقها قدامكم واعطيكم رأيي. بصراحة ما شاء الله تبارك الرحمن والله ريحتها بتجنن صبايا. يعني جربوها ما رح تندموا. واللحمة يعني مثل ما عم تشوفوا حبيت هيك شيلها معكم. ما شاء الله سخنة فما تحكمت انه شيلها. شايفين قديش طلعت طرية صبايا من جوا، يعني طالع نيفة كتير كتير طري طالع اللحمة. حطيت عليها هيك شوية بيواز كمان. هو البيواز بيحلي طعم لسه اكتر.
فهيك صبايا مثل عم تشوفوا رح ضيف كمان شوية لحمة عليها، بس لأنه سخنة ما عم تحكم شيلها، بس طلعت طرية يا صبايا والله، وريحتها ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما في حكي عليها. هيك رح ساوي مثل سندويشة صغيرة بدبس الفليفلة كمان، حطيتها بمرقتها ورح دوقها معكم. شايفين صبايا والله اشتهيتكم فيها، الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والتعليق حلو مثلكم مشان يوصلكم كل شي جديد عم نزله، وكمان اللي ما له مشترك يشترك بالقناة مشان تكبر عائلتنا. وهلا بقولكم ديروا بالكم على حالكم، ضلوا بحفظ الرحمن، استنوني فيديوهات جديدة وحلوة إن شاء الله رب العالمين.